صاحب الدعوة سماحة مفتي الجمهورية، السيد رئيس مجلس النواب، سيد رئيس مجلس الوزراء، سادة رؤساء الجمهورية والحكومة السابقون، أصحاب الغبطة والسيادة والسماحة، السادة الوزراء والنواب، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن ألبي اليوم دعوة صاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان إلى المشاركة في حفل إفطار دار الفتوى في أيام الرحمة من شهر رمضان المبارك، وذلك للمرة الأولى بعد توقف قسري لسنوات عدة فرضته ظروف قاهرة. ولعل التدبير الإلهي شاء أن يتزامن هذا الشهر الفضيل مع زمن الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، فالصوم بما يعنيه من ممارسة روحية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين هو التقرب إلى الله من خلال الصلاة والعبادة والتوبة والاستغفار والصبر وضبط النفس وتربية الإرادة والتضامن مع الفقراء والمحتاجين، وهو ما نشاهده ونلمسه في مجتمعنا في هذا الشهر الكريم. وإذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا هو وطن الرسالة، وطن التنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم. ومن هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته، وأن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتفسيرهما الحقيقي والقانوني، لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي. إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته فإنها ملتزمة وقبل أي شيء بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك. أيها الحفل الكريم، في خضم التحديات التي يواجهها وطننا يبرز موضوع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا. فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية، ولا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم. وهذا يوجب أيضاً وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ. إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعاً العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء والقطاع الخاص لكي نعيد بناء ما تهدم ونضمد جراح المتضررين ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان. أيها الحفل الكريم، إن التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي. ختاماً، أشكر صاحب الدار سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان على دعوته الكريمة، وكل عام وأنتم بخير. الله يخليك، طول عمرك.